السلام عليكم. فيديو اليوم الخميس 24/8/2023. إن شاء الله هنتكلم عن أسعار الرز الشعير القديم والجديد وأسعار الرز الأبيض ومخلفات الرز. لو أنت أول مرة تشوف القناة شرفني باشتراكك في القناة واعمل لايك للفيديو عشان يصل لغيرك والكل يستفاد. اللايك مش بيخسر حضرتك حاجة، بس بيوصل الفيديو على اليوتيوب لغيرك والكل يستفاد بالأسعار. هنبدأ على طول عشان ما نطولش على حضراتكم. السوق مفيش عرض قليل في السوق مع وجود طلب على الرز الأبيض والرز الشعير. الطلب موجود والعرض قليل، سواء الرز الشعير الجديد أو القديم. وطبعا ده مش مقياس برضه عشان الناس تبقى فاهمة. الرز الجديد الموسم الفعلي بيبدأ إن شاء الله مع بداية شهر 9. فإن شاء الله هنقول لحضراتكم الأسعار طبعا النهاردة لما نقول في قلة عرض وفي زيادة في الطلب، تعرف على طول إن في ارتفاع في الأسعار. فهنتكلم ونقول أسعار الرز الشعير القديم. الشعير القديم وصال للمضرب عريض، وصال للمضرب ب14,500 إلى 14,600. والرز الشعير الرفيع القديم وصال للمضرب من 13,400 إلى 13,500 وصال للمضرب. ده بالنسبة لأسعار الرز الشعير وصال للمضرب القديم. أسعار التنفيذ من أرضه في الشعير الرفيع القديم من 12,200 إلى 12,300 على حسب المنطقة وعلى حسب طريقة السداد والنولون. وبالنسبة لأسعار الشعير العريض من أرضه القديم من 14,300 إلى 14,400 تنفيذ من أرضه. ده الأسعار التنفيذية اليوم، أسعار على أرض الواقع. بالنسبة لأسعار الرز الأبيض القديم، يعني الرز الأبيض اللي جاي من شعير قديم، من رز شعير قديم أبيض عريض على جودة زيت وبخار وسلوتكس ب21,700 من أرض المضرب. والأبيض الرفيع على جودة زيت وبخار وسلوتكس بين 19,800 إلى 20,000 من أرض المضرب. بالنسبة لأسعار الرز الشعير الجديد، الشعير الجديد من على أرض المفرش في الرفيع ب 12، وصل من على أرض المفرش ب 12,800. ووصل للمضرب تقريبا ب 13,000. الرز الشعير الرفيع الجديد. القديم العريض في تنفيذ، في شعير عريض قليل برضو التنفيذ لسه برضو. الشعير العريض ما يعتبر ما اتحصدش منه إلا نسبة ضئيلة جدا. فالأسعار من 13,800 إلى 14,000 من أرض. ده بالنسبة لأسعار الرز القديم والجديد. وده كان كل حاجة في الفيديو. إن شاء الله فيديو بكرة هيبقى فيديو تفصيلي عن جميع الأسعار، سواء الذرة أو الفول أو البرسيم أو الفاصوليا. فإن شاء الله بكرة هيبقى فيه فيديو تفصيلي، وهنجيب برضو أسعار الرز أو تحديثات الرز الجديدة. فانتظرنا بكرة إن شاء الله. أشوف حضراتكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.